نهاركم زين، نهاركم طيب البنات. معكم السيدة ماجدة صاحبة قناة بوجي دو قسطنطين. لتتعرف على القناة لأول مرة نرحب بها ونطلب منها الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. كما أنكم تقدروا تتابعوني على صفحتي على الانستغرام، اسمها نفس اسم القناة بوجي دو قسطنطين. اليوم البنات إن شاء الله جبت لكم وصفة تاع مسفوف بريستيج، مسفوف مودرن، مسفوف ريفيزيتي، مسفوف انديفيدويل. صراحة مانيش رايحة نتوسع بزاف في الوصفة، لأنه الوصفة راهي موجودة على قناتي. كان سبق لي درتها في أول سحور من يوم أول أيام رمضان على ما أظن تاع العام اللي فات، يعني تقدروا ترجعوا لها، لكن حنمد لكم بعض المقتطفات. البنات هذه الفكرة مليحة دوك للتقديمات للضيافة، جاينا إن شاء الله راس العام، جاينا رمضان، يعني هكذا تليق حاجة اقتصادية بوكو بلوس. اوليو نحطو كميات كبيرة وتفسد لنا، نحطو في دي مول انديفيدويال، في دي زاسيات بيرسونيل، يعني وكل واحد يسربي واش حاب. نبداو على بركة الله في الوصفة. هنا عندي كمية تاع الزبيب، أي نوعية تاع زبيب، صفر، هذا اللي دون لورانج، لو نوار، كيما حبيتو. تكونوا سبقتوا انكم رنختوه تحطوه يفور. البنات هادو هما لي ميني مولا كيك كيما راكم تشوفوا، هادو اللي حنمولي فيهم المسفوف تاعي. هادو لي فيغينا سيرفير اللي راح نرافقهم مع ليمون، راح نحط معاهم كميه تاع العسل. البنات هذه النعمه تاعي سبق لي وسومتها، دهنتها بالزيت وحطيتها فارت الفوره الاولى، يعني نخدموا النعمه تاعنا عادي، من بعد نرشوها بالماء، نزيدو لها الملح حتى نكملوا لها الفورات تاعها اللي لازمينها. نجيو دوك لطريقه التقديم. البنات نحط كميه تاع العسل، ممكن العسل هذاك تحطوا له كميه تاع الجلوكوز بور غاردي لا بريونس تاع لي كونكاسي وباش تفيكسيوهم كذلك. هنا اعتمدت على كميه من المكسرات، جوز، لوز، بيستاش، نوازيت، وحاولت اني نستفهم بطريقه متحوفه، يعني حتى كي نقلب القالب تاعي يجي يعني يجي الشكل مليح، يعني يجي الشكل جمالي. هكذا قلت لكم نحطوا كميه تاع العسل. هنا البنات بعد ما خلصت التفوار تاع الزبيب وتاع النعمه تاعي، حطيت عليها كميه تاع الزبده. دوك راح نزلقها مليح بالزبده ونخليها تشبع من البسوس تاعها. نخلط مليح النعمه تاعي مع الزبيب بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا راهي مازالها تغلي، يعني قلت لكم نخدموا الطريقه تاع المسفوف العاديه. قلت لكم هنا قادرين تستعملوا ان ميلونج تاع الزبيب اونطخ الصفر والكحل، ولا هذا لورانج والكحل، يعني راح يجي تاني مليح في الشكل. هنا دوك بعد ما عدلت ليمون تاعي نبدا نحاول اني نحط النعمه تاعي فوق هذوك المكسرات بهذه الطريقه. البنات كل ما تحطوا كميه لازمكم ترصوا النعمه مليح باه تحكم لومبرانت تاع لو مول، يعني حطوا وتسكاو، حطوا وتسكاو حتى تحاولوا انكم يعني المول تعمروه مليح. هذا هو المعنى، لازم المول يكون مرصوص. من بعد راح نقلب المسفوف تاعي عادي كما راكم تشوفوا. شوفوا جا شكله ما شاء الله. ونرافقوا قلتلكم مع هذوك لي فيغين هذوك نحط فيهم كميه تاع العسل. من بعد كل واحد يسقي اسا فاصون وسون غو بيان سور. يعني صراحة جا شكله يشهي، مام جا رطب، جا يعني ما شاء الله، شكله يهدر وحده. كما قلت لكم البنات ان شاء الله جايينكم جايين غير المواسم كيما هكذا. ممكن هذه فكره جديده، قلت لكم قادرين يعني ما تستهلكوش كميه كبيره تاع المسفوف، يعني غير هكا كميات صغيره، يعني سي ايكونوميك سي اون بو دير، اي او ميم طون بريستيج، حاجه كلاس، حاجه. شوفوا ما شاء الله كيفاه جا كل حبه وحدها، جا رطب. حتى البنات كذلك ملاحظة، ممكن المكسرات تحمصوهم كيما تقدروا تخليوهم ثانيين يجيو، يعني سورتو كي يعودوا جدد يجي عندهم ان بونغو. شوفوا ديك الصبة تاع العسل زادت فيه شباح، يعني صراحة يعني ما نقدر ما عندي ما نقول لكم اون بلوس، الصور راهي تهضر وحدها. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الفكره، تجربوها، تعجب العائله، تعجب الحباب. نتمنى تخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم الايجابيه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.